السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يا صباح السعادة. فيديو النهاردة بإذن الله أنا هتكلم فيه عن أمل، عن سبب من أسباب الخير والبركة والسعادة والرزق الوفير. هنتكلم النهاردة بإذن الله عن الاستغفار، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت. ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة هنتكلم عن الاستغفار. قبل ما نتكلم عن الاستغفار وإنه سبب كبير من أسباب إزالة الهم والغم والحزن والكرب، أسباب زيادة السعادة في الدنيا وفي الآخرة، هكلمكم عنه بحيث ان انتوا تستفيدوا من الثمرة دي بأقصى درجة ممكنة بإذن الله. هنتكلم عن الاستغفار من حيث المعنى. قبل ما نبدأ نقول أي ذكر في الدنيا لازم نبقى فاهمين معناه. لو فهمنا معناه هنقوله بطريقة صحيحة، ولو قلنا بطريقة صحيحة أكيد هنحصل على الثمرة بإذن الله. هنتكلم عن أفضل صيغ الاستغفار. أنا كأسماء بقول لكم إن الاستغفار ده كنز كنز كنز، وعن تجربة يعني أنا فعلا الاستغفار ده ليه أثر كبير جدا جدا في حياتي. خلينا الأول نتكلم عن معنى الاستغفار. الاستغفار معناه الغفر. يعني إيه الغفر؟ يعني الستر. طب يعني إيه أكتر يا سمسم؟ يعني إحنا بنطلب من رب العالمين لما بنقول له أستغفر الله العظيم، يعني إحنا بنطلب منه إن هو يغفر لنا ذنوبنا، يعني يستر ذنوبنا، يعني يمحو ذنوبنا، يعني يمحوها عننا في الدنيا ويمحوها عننا في الآخرة، بحيث يوم الموقف العظيم بإذن الله كلنا واقفين كده ربنا يستر عيوبي ويستر ذنوبي اللي أنا أذنبتها. إحنا بنقول ثمرة الاستغفار في الدنيا وهقول لكم إزاي، وثمرة الاستغفار في الآخرة وهقول لكم إزاي بطريقة تفصيلية أكتر. يعني إحنا لما بنقول أستغفر الله العظيم يعني بنقول يا رب. ما هو الاستغفار يعتبر صيغة دعاء. يعني لما نقول أستغفر الله يعني يا رب استرني واستر ذنوبي واستر عيوبي، كأنه دعاء. مفيش نبي جه لقومه برسالة من رب العالمين، نبي أو رسول جه لقومه برسالة من رب العالمين إلا وأمر قومه أو حثهم على الاستغفار، بداية من سيدنا نوح وانتهاء بسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الاستغفار سبب في رفع البلايا، سبب في تفريج الكرب الهم والحزن، وهقول لكم الأدلة من الكتاب والسنة. الاستغفار سبب كبير من أسباب تحصيل الرزق المادي خاصة. الاستغفار سبب في الذرية. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال إيه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني الآية دي كناية عن أي خير في الدنيا ممكن يحصل الإنسان عليها بسبب الاستغفار. إنه سبب في الذرية ويمددكم بأموال وبنين. الاستغفار سبب كبير، وقصص كتيرة لا تحصى ولا تعد عن إن في ناس لزمت الاستغفار وربنا سبحانه وتعالى رزقها بالذرية الصالحة. رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال إيه؟ لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. بس كده؟ لا، كمان قال ورزقه من حيث لا يحتسب. يعني رب العالمين ورسولنا الكريم وعدونا بان الاستغفار سبب في الاموال وسبب في الذريه وسبب في الرزق. رسولنا الكريم لما قال جعل الله له من كل ضيق مخرجا، يعني انت لو وقع في مشكله كبيره ايا كانت نوع المشكله اللي في الدنيا يبقى الاستغفار سبب كبير في ازاله الضيق. من كل هم فرج. انت قاعد شايل هم حاجه، حزين ومش حاسس باي فرح، فقدت الشغف في الحياه، حد ظلمك، في حد مزعلك، في حد يبقى ومن كل هم فرجة ورزقه من حيث لا يحتسب. يعني الاستغفار سبب كبير من أسباب الرزق المادي مع السعي. زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات، اسباب كتيره لتحصيل الرزق المادي. تقدروا ترجعوا للفيديو هتلاقوه في صندوق الوصف، هتلاقوه في علامه الايفون. للفيديو هيفيدكم كتير جدا جدا عن اسباب تحصيل الرزق المادي. ربنا سبحانه وتعالى بيبعت للانسان رزق من حيث لا يحتسب. يعني يبقى قاعد كده ويجي له رزق ما هوش عارف هو جاي له منين، ما كانش عامل له حساب. ربنا سبحانه وتعالى قال وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار كمان سبب يقيك من فواجع الاقدار. يعني لو انت مستغفر ربنا يقيك شر الفاجعه. اما بتستغفر الذنوب والبلايا بترفع عنك. وانا اتكلمت معاكم قبل كده عن الابتلاء والبلاء. الاستغفار سبب كبير من أسباب رفع الذنوب. رسولنا الكريم قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يعني انت هتيجي يوم القيامة ممكن ان انت تلاقي موازين حسناتك مش كتيرة، ولكن الموازين بتاعت السيئات بتاعتك مش تقيلة. ليه؟ بسبب كثرة استغفارك في الدنيا. ممكن الإنسان يجي يوم القيامة فيلاقي ميزان حسناته مفيش حسنات كتير، بالمقابل يلاقي ميزان سيئاته كتير جدا جدا، فساعتها بقى يكون راح للهلاك. ولكن بسبب استغفارك في الدنيا هتيجي حتى لو ميزان الحسنات بتاعك مش كتير، بس هتلاقي ميزان السيئات بسيط،
هيحميك من النار. الاستغفار سبب في الستر في الدنيا وفي الآخرة. تعالوا أديلكم مثال بسيط عن الاستغفار. عندك صفحة بيضة وفيها كتابة كتير جدا جدا، الكتابة دي تتزال وتقدر انت تستخدم الورقة وتكتب فيها، وتاج استيكة او ممحاه تمسح الورق، بتنظف فيها. كل ما تقول استغفر الله العظيم تمسح لحد ما الورقة والصحيفة بتاعتك تبقى بيضة. رسولنا الكريم قال لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر. ولو اتكلمت عن الأحاديث والآيات القرآنية لا يسعني الفيديو. فالأحاديث والآيات القرآنية في فضل الاستغفار وقد إيه ثمرته عظيمة لا تحصى ولا تعد. حبيت إن أنا أقول لكم بعض النماذج عن الاستغفار، وكمان رزق كتير كان بيجيلي من وراء الاستغفار، راحة نفسية وبدنية، وربنا سبحانه وتعالى بيخرجني فعلا زي ما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال بيخرجني من كل ضيق أنا بقع فيه. لما الدنيا بتضيق عليا في أي شيء أنا باخد لي ركن كده والزم فيه الاستغفار والزم فيه الصلاة على النبي، حياتي بتختلف تماما. يعني الإنسان بلا ذكر وبلا طاعة حياته ملاش أي معنى. أفضل الأوقات للاستغفار هو وقت السحر قبيل الفجر. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم والمستغفرين بالأسحار. كمان رسولنا الكريم قال إن ربنا سبحانه وتعالى بينزل للسماء الدنيا بجلاله وعظمته ويقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من داعي فاستجيب له. ربنا سبحانه وتعالى نازل بيقول لك يا عبدي استغفر. ربنا بيحب الاوابين، بيحب المستغفرين وكل ما تذنب ارجع، ما تقولش انا اذنبت وربنا مش هيقبلني، لا هيقبلك. ربنا بيحب العبد التواب، يعني التواب الاواب يعني كثير الرجوع لرب العالمين. كل ما يخطئ ويذنب يرجع لربنا، كل ما يذنب يرجع لربنا. ابليس اتحدى رب العالمين وقال له لاغوينهم في الارض. ابليس تحدى رب العالمين بانه هيضل بني آدم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال له وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرون. خلينا بقى نتكلم يعني ازاي احصل على ثمرة الاستغفار، وبعدين هنتكلم عن افضل الصيام. ازاي احصل على ثمرة الاستغفار؟ تعتبر دعاء. ان انا قلت لرب العالمين يا رب اغفر لي، يعني يا رب استرني واستر عيوبي، يعني انا بدعيه. الشرط الاساسي لاستجابة الدعاء وهو الايقان. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. الشرطين لتحقق الاستغفار بكل ثمراته المرجوة منه في الدنيا وفي الاخرة حضور القلب واليقين. حضور القلب يعني وانا بستغفر بقول استغفر الله العظيم استحضر ذنوبي، ابقى مركزه في كلمه استغفر الله، ابقى مركزه وعارفه انا بستغفر عن ايه. بعدين بعد ما اركز واجمع كل ذنوبي وافتكر كل حاجه انا عملتها، خلاص بعد كده لساني بيستغفر عن حضور، يعني انا عارفه انا بستغفر عن ايه، وبالتالي لو كررتها وانا مش بذكر ذنوبي خلاص. ولكن انا في الاول يوم ما هبدا الورد بتاعي بستغفر الله استغفر الله، انا عارفه انا بستغفر عن ايه، وبالتالي حضور قلبي. بعدين الاقام بقى وانا بستغفر انا موقن ومتاكد ان ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب استغفاري، هيسترني وهيستر ذنوبي. نيجي بقى لافضل صيغ الاستغفار. نتكلم عن العدد ليس مشروط، يعني استغفروا قدر امكانكم واللي انتوا تقدروا عليه. اجعلوا لكم ورد يومي من الاستغفار، يعني وليكن ساعة في اليوم للاستغفار، حسب بقى ظروف حياتكم، بتشتغلوا ما بتشتغلوش، عندكم أولاد، حسب طبيعة حياتكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر في اليوم أكتر من 70 مرة. أفضل صيغ الاستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو كان فر من الزحف. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وده سيد الاستغفار وده أفضل صيغ الاستغفار. في كمان دعاء سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت وقال إيه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وده صيغة من صيغ الاستغفار. نقدر نقول أستغفر الله العظيم وتكفي، نقدر نقول أستغفر الله ودي أقلهم صيغة وتكفي. أي صيغة شايفين يا سهل عليكم الاستغفار قولوها. ده كان مجمل الكلام عن الاستغفار. نصيحة مني ليكم من قلب محب، يوميا استغفروا، هتشوفوا كم العطايا والخير والبركة والرزق وتفريج الهم والكرب، وربنا يكفيكم شر فواجع الأقدار ويكفيكم كل شر في الدنيا وفي الآخرة. ده كان فيديو النهاردة، أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة. لو شايفين إن هو مفيد شيروه لأصحابكم عشان يستفيدوا أكتر. بحبكم جدا في الله واستنوني إن شاء الله في الفيديوهات الجاية على خير. مع السلامة.